ايش فيكم تناظروا علي؟ كل واحد عيونه سع القلص. يا اخي في موضوع براسي بس صرت اخاف منك. والله انك صادق، ما فاتحنا بموضوع الا ويخربوا علينا. سلامات، ايش فيكم علي؟ من قال الثاني، انا ولا انتم؟ شوف انا هذا الموضوع براسي من زمان بس مستحي اكلمك، بس هذا الحيوان شجعنا وقال لي تعال نكلم فايز. حبيبي انا ولا لي دخل. الا والله لك الدخل، هي اساسا كل المصايب من تحت راسك انت. يا اخي بس بلا بسبسه. اتكلم انت، صاحبك مستحي. يعني اغمض عيوني واتكلم لي الامان؟ اكيد لك الامان. احنا هنا نتناقش وبالاخير نخرج مستفيدين من هذا النقاش، وراح نوصل لحل لكل مشكلة. صاحب المحترم هذا قرر يتزوج مشهورة وانا مثله. الخبر صحيح؟ ايه صحيح. اذا وين المشكلة؟ الف مبروك، بفرح معكم وكمان عاد انا بشغل لكم منى علي ويوب طارش. لحظة كذا بس وريني صورة المشهورة اللي بتتزوجها. لحظة طلع لك صورتها، لحظة بس ما حد يشوف. لا تخلي حد يشوفها. تشوفها؟ ما شاء الله تبارك الله، معاها دبة وربع، طيبة قلبك ما شاء الله تجنن. يا أخي أنت كلب، أنا قلت لك إنك وسخ. شوف أنا قلت لك هذا أوسخ ما خلق الله. باقي أنت ممكن تورينا صورتها؟ والله ما أوريك بصورة. إذا كان صاحبي قلت له دبة أنا بتقول لي صدامة. الحين أنتم زعلتوا مني خلاص برغم إني قلت كلمة واحدة. أكيد زعلت. أقول لك بتزوجها تقول لي معاها دبة، لكن إن شاء الله قذيفة دبابة. طيب اسمعوني للأخير، في مشهورات والله والنعم فيهم، إحنا نفتخر فيهم ونتعلم منهن أشياء كثيرة. وفي مشهورات والله لو تقول مهرها ريال واحد ما راح تدفعوه، صح ولا لا؟ صح. لكن حتى وإن كانت المشهورة اللي بتتزوجها أنت وكمان أنت مشهورة محترمة، فهذا لا يبرر عدم وجود السلبيات. الاختلاط المستمر مع الرجال، السفر لحالها من دولة إلى دولة أخرى، بعض المجتمع السيء يراها شهوة أمامه حتى وإن كانت شهرتها محترمة. تشوف التعليقات اللي يتغزل واللي يمدح واللي يصمم واللي يجرح. أنتم فاهمين علي ولا لا؟ أيوة كمل. أنا داري والله أنكم سطول، بس قد أنا بكمل للأخير. لكن بالنهاية هذا زواجك أنت وهذا اختيارك، ولا لأحد له دخل، لا أنا ولا جاري ولا عمتك ولا خالتك ولا أمك ولا أبوك ولا حد له دخل. هذه حياتك وأنت حر فيها. لكن إن كنتم قادرين تتجاوزوا غيرتكم من التعليقات السب والمدح والغزل، أنت حلوة وأنت قمر وأنت أجمل شيء بالكون وأنت طيبة قلبك كبيرة وأنت معك دبة حبة وربع وأنت معك هنجر، صنعة كبيرة صنعة صغيرة، تعز كبيرة، جسمك حالي ما شاء الله. إذا كنتم قادرين تتجاوزوا هذا الشيء من بعض المجتمع السيء توكلوا على الله، لا أنا ولا أحد له دخل فيكم. ونسيت أوضح لكم نقطة مهمة كمان، بعض المشهورات يوم من الأيام تختلف معاها يصير طلاق، تسمع بك أمة لا إله إلا الله، تطلع على اللايف تعمل دمعتين وتقول أني مظلومة، تلم عليك المجتمع بكله، يخلي حتى حقوق الإنسان بأمريكا توقف ضدك، وتخلي الناس يسبوكم سب وأنتم متوحشين وأنتم عنيفين. وعاد البعض منهن إذا حصل طلاق تطلع على اللايف تقول الهندل مش شغال باطل، فتمسح بكرامتكم الأرض. الله يعينكم. إذا كنتم قادرين تتجاوزوا كل الأشياء اللي ذكرته اتوكلوا على الله. أقول ألف مبروك. شوف أنا زي ما قلت لك بالبداية، أنت تخرب فرحة الآخرين، بس أنا راح أتزوج وغصبا عنك. إذن ألف مبروك، الله يوفقك. فل العرس علي. وأنت إيش قلت؟ أنا بخليه يقرب بالأول وبعدين بتوكل على الله. ها خير، جاتي كبش فيدة تودي في باه.